اهو ده الجهاز اللي هتندبي لو اشتريتيه، وهتندبي لو سمعتي كلام مامتك وما جبتيهوش في جهاز البخار الاصفر من دينكس وارد السعوديه. انا خلاص سميته الجهاز السحري، حرفيا هتندمي لو اشتريتيه، لان هو هيطلع لك كميه حاجات مش نظيفه في البيت عمرك ما تتخيلي ان هي اصلا موجوده عندك في البيت، وعمرك ما هتشوفيها بعينيكي مهما كنتي بتنضفي. البوتاجاز عندي كان متدمر، كان واقع عليه حاجات وبقالها يومين ما اتنضفتش، وحرفيا كان مسافه ما مشيت عليه جهاز البخار. عايزه اقول لكم ان الحروق دي حرفيا ساحت، العين رجعت جديده، سواء الالومنيوم دي او حتى العيون الظهر الكبيره رجعت سودا كانها جديده. اي مكان عندكم في البوتاجاز الجهاز هينضفه من غير اي كيماويات او منظفات. الجهاز حرفيا سحر. انتوا متخيلين ان دي العين الكبيره اللي تقريبا نصنا ما بيستخدمهاش عليها كميه دهون؟ انا عمري ما كنت اتخيل ان الجهاز بالقطعه الصغيره بتاعته دي هيطلعها. الجهاز حرفيا عملت بيه كل حاجه في المطبخ، الحيطان بتاعه المطبخ وخصوصا الحيطه اللي ورا وخشب المطبخ، حتى الاير فراير ما سلمتش مني وعملتها بيه، ومش هتتخيلوا كميه الدهون اللي طلعت منها. القطعه دي خطيره في الازاز. اي ازاز عندك مهما كان كبير او طويل هيشيل من عليه اي بقع او ترسبات، هيبقى تحفه من غير منظفات ولا مناديل ولا اي حاجه. حتى بقع المفروشات والمراتب وتعقيمها وكمان كوي الستاير هتعمليها بيه. حتى رخام المطبخ حرفيا هيرجع ينور من غير اي منظفات. الضرفه دي وقع عندي فيها زيت، وزي ما انتم شايفينها كانت متدمره، الجهاز خلاها ترجع جديده. ولسه هنزل لكم اجزاء تاني للجهاز علشان خاطر تشوفوا باقي استخداماته والقطع اللي معاه، وهعمل لكم منشن للبيج اللي بتجيبه تحت في الكابشن، ودي البيج الوحيده اللي هتقدر توفر لكم قطع غيار ليه. تخيلين ان نظفت الشباك كله من غبرة المطر بثواني بجهاز البخار الرهيب هذا، يجي مع كل ملحقاته، والبخار اللي فيه قوي مرة، ينظف من قلب وينظف اي بقعة موجودة في الكنب او الكراسي وحتى البقعة العنيدة بالفرشات، وما يحتاج تعبيه اكثر من مرة لانه من مرة واحدة تكفي. وينظف لي الفرن والدواليب وشال كل الزيوت بدون ما استخدم اي منظف، حتى ترويبة البلاط ينظفها، وكويت فيه اللحاف عجيب. جهاز مرة يجنن، صدقوني فاتكم الكثير، اطلبوها وما حتندموا.